السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض البطاطا بالمهلبية. اول حاجة معايا بطاطا انا مقشراها وغسلاها كويس جدا ومقطعاها تقطيع، اي تقطيع عشوائي، المهم تقطعها علشان في السلق تبقى سهلة. هضيف البطاطا في حلة وهحط عليها حوالي نص كوباية سكر، وطبعا السكر حسب الرغبة، وبعدين احط عليها حوالي كوبايتين مية، وبعدين هرفعها على نار متوسطة، وهسيبها لحد ما تبتدي تتسلق وتوصل لأعلى درجة في السليق، عشان انا عايزاها مهرية كويس جدا. وهنا كانت ابتدت تدخل في السوا، وهنا بقى بعد ما استوت تماما وانا هرستها بالشوكة علشان انا عايزاها بطاطا مهروسة، مش هقطع شرايح او اي حاجة. كده خلاص بقى شلتها من على النار، وهضيف عليها مكعب زبدة، والزبدة دي طبعا اختياري، هي بتضيف طعم وبتخلي الطعم احلى، حابين تضيفوها تمام، مش حابين عادي جدا. هفرد بقى البطاطا في الصينية وهسويها بالمعلقة كويس جدا. انا هنا بقى حسيت ان الكمية كبيرة قوي على الصينية ومش هيبقى في مكان ان انا احط المهلبية، فاخدت شوية ونقصتهم في طاجنين زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي جبت نص كيلو لبن، وهحط عليهم حوالي 3 معالق نشا كبار. لو حابين تضيفوا نشا اكتر من كده وتخلوا المهلبية قوامها اتقل مفيش مشكلة، لان طبعا انواع النشا بتختلف من نوع للتاني. هقلبهم على البارد كويس جدا، وانا على المهلبية مش بحط سكر، بكتفي بالسكر اللي حطيته على البطاطا. وده القوام اللي انا وصلت له، وده اللي انا عايزاه. لو حابين تتقلوها عن كده عادي، ممكن كمان على المهلبية تضيفوا مكعب زبدة هيخلي طعمها احلى. وما تنسوش وانتوا حاطين المهلبية على النار تفضلوا تقلبوا فيها باستمرار علشان ما تكلكعش معاكم، ولو لا قدر الله كلكعت معاكم ممكن تضربوها في الخلاط، هترجع حلوة جدا كأنه ما حصلهاش حاجة. انا بقى بحط البطاطا تحت الشواية على طول، بتاخد لون، لان انا مش محتاجة اكتر من كده. لو حابة تحطيها في الفرن هتبقى حلوة جدا برضو، قوام المهلبية هيتقل معاكم اكتر وهتبقى حلوة جدا. وهنا بعد ما طلعت معايا انا بقى جيت اقطعها علشان اوريها لكم من جوه. وده شكل صينية البطاطا معانا. وكده اكون خلصت الوصفة النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.